هلو حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حبايب قلبي، اليوم راح اقدم لكم ابطال فيلم الرسالة بعد مرور 47 سنة، كيف اصبح شكلهم. حبايب قلبي، فيلم الرسالة يعتبر من افضل الافلام في تاريخ السينما العربية. حبايب قلبي، طبعا فيلم الرسالة الوحيد اللي كل ما اشوفه عبالك جديد، اللي كل ما اشوفه ما تمل منه. حبايب قلبي، هذا الفيلم انا سويته قبل 3 سنوات وكانت بيه اخطاء هوايه، فحبيت اعيده بصوره صحيحه. بالفيديو الاول كنت اذكر كل فنان الجنسيه مالته من يا دوله، وهواي ناس غلطت عليه، وحتى لو كان الفنان صح راح يحجون. فهاي الحلقه راح الغي هاي الفقره من يا دوله الفنان، وتحياتي لكل الدول العربيه. حبايب قلبي، اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. تعالوا خلينا نشوف الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. نبدي باول صوره. الفنانه منى واصف اشتهرت بدور هند بنت عتبه. اليوم وغدا يا هند، من يتذكرها؟ تحياتي للفنانه منى وناخذ صوره. الفنانه فيفا عبده اشتهرت بدور الراقصه، تطلع ترقص من تستاجرها هند هي وحشي. بهذيك الحلقه ما ذكرتها لان ما ادري بيها مشاركه، بصراحه اول مره اعرف بيها مشاركه، فاللي مثلي يكتب بالتعليقات. تحياتي للفنانه فيفا عبده وناخذ صوره. الفنان محمد العربي اشتهر بدور عمار بن ياسر، متوفي في 2022. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان محمد وفيق اشتهر بدور عمرو بن العاص، متوفي في 2015. الله يرحمه وناخذ صوره. طيب قبل بهذا الفيلم باثنين عايشين بس، الباقي كلهم ميتين والله يرحمهم. اذا حابين تشوفون من العايشين تابعوا الفيديو. الفنانة سناء جميل اشتهرت بدور سمية، متوفية في 2002. الله يرحمها وناخذ صوره. الفنان حمدي غيث اشتهر بدور ابو سفيان، متوفي في 2006. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان الطيب الصديقي اشتهر بدور ابو الوليد، متوفي في 2016. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان عبد الوارث عسر اشتهر بدور ياسر، متوفي في 1982. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان محمود سعيد اشتهر بدور خالد بن الوليد، متوفي في 2014. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان حبيب العجيلي اشتهر بدور حذيفة. حبايب قلبي، بالفيديو القديم قلت عليه مختفي، هو صدق مختفي، متوفي في 2012، بس ما له صورة يعني ب 2012، يعني ما حد يعرف عنه غير بس ذكره متوفي، وهاي الصورة له قديمة يعني. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان محمود السباع اشتهر بدور ابن سلول، متوفي في 1989. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان عبد الله غيث اشتهر بدور حمزة بن عبد المطلب، متوفي في 1993. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان أحمد مرعي اشتهر بدور زيد بن حارث، متوفي في 1995. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان عبد البديع العربي اشتهر بدور عتبة، متوفي في 1996. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان علي أحمد سالم اشتهر بدور بلال بن رباح، متوفي في 2017. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان محمد حسن الجندي اشتهر بدور أبو جهل، متوفي في 2017. الله يرحمه وناخذ صوره. الفنان عبد الغني قمر اشتهر بدور أمية بن خلف، متوفي في 1981.
الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان منير معاصري اشتهر بدور جعفر بن أبي طالب، من ضمن الفنانين اللي عايشين الله يحفظه. تحياتي للفنان منير وناخذ صورة له. الفنان سالم بن قدارة اشتهر بدور وحشي، متوفي في سنة 2000. بالحلقة الأولى قلت لكم مختفي، طلع متوفي بسنة 2000. والقصة اللي قلتها بأنه أمه طردته طلعت حقيقية، ولده حجوها، والفنان علي أحمد سالم هم ما ذكرها. طردته بسبب قتال حمزة عم الرسول، وتعرفون هالقبل على نياتهم. وبعدين أخذ الشيوخ ووجهاء ويلا رجعتها للبيت، قالوا لها هذا تمثيل ومن هاي الأمور، وهو مو فنان، يشتغل مصلح كهربائي الله يرحمه. الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان عبد الرحيم الزرقاني اشتهر بدور أبو طالب، متوفي في 1985. الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان أشرف عبد الغفور اشتهر بدور مصعب بن عمير، من ضمن الفنانين اللي عايشين. أنا من البداية قلت 2 طلعوا 3 حبايبي قلبي عايشين. تحياتي للفنان أشرف وناخذ صورة له. الفنان أحمد أباظة اشتهر بدور أبو لهب، متوفي في 1985. الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان عبد العظيم عبد الحق اشتهر بدور النجاشي، متوفي في 1993. الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان عبد الفتاح الوسيع اشتهر بدور عبادة. حبايب قلبي عبادة لو عبيدة؟ أنا بصراحة هذا جديد، يعني قالوا لي موجود وياهم، فاللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات. متوفي في 2021. الله يرحمه وناخذ صورة له. حبايب قلبي خلصت الحلقة، وقبل ما ننهي أحب أقول لكم في الشيء، أنا بعض المسلسلات جاي أعيدها بصورة صحيحة، أصحح الغلط، لأن قبل كانت عندي أخطاء هواية، مو عيب إذا أرجع أعيد المسلسل وأصححها، مو معناتها ما عندي محتوى. قلت لكم مئات المسلسلات العراقية موجودة، ومئات الأفلام العراقية موجودة قبل، وأنا ما جاي أنزلهم وحدة ورا الأخ، كل 3 أشهر 4 أعيد شيء من القديم أصححها. فحبايب قلبي اتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات شنو حابين انزل لكم الفيديو الجاي، اتمنى تشاركونا بالتعليقات، وحبايب قلبي اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. تحياتي لكم حبايب قلبي، وياكم حمله كرم.